في هذه الحياة اليومية نواجه العديد من الأسئلة التي تدور في عقولنا. من يحبنا بصدق؟ من يقف معنا في الشدة؟ من يستحق أن نمنحه قلوبنا وثقتنا؟ ومن يتظاهر بالقرب بينما يحمل في داخله نوايا أخرى؟ هذه الأسئلة لا تجاب بالكلمات ولا بالوعود ولا حتى بالمظاهر، بل تجاب بالمواقف. الكلمات تقال، ولكن الأفعال تفصح. من السهل أن يقول لك أحدهم: أنا دائما إلى جوارك، أو أنا أحبك وأهتم لأمرك. لكن الحقيقة، تلك العبارات لا تساوي شيئا إذا لم تدعمها المواقف. الموقف وحده كفيل بأن يكشف لك معدن من أمامك ويضعه أمامك عاريا من أي أقنعة. المواقف لا تكذب، هي كفيلة بكشف الحقيقة التي طالما بحثت عنها. والحقيقة في الحياة ليست دائما مريحة، لكنها ضرورية. قد تكتشف أن الشخص الذي كنت تظنه سندك كان أول من تركك، وقد تندهش أن من لم تتوقع منه شيئا كان أول من بادر وساعدك دون تردد. في لحظة واحدة قد تنقلب الموازين، ليس لأن الحياة ظلمتك، بل لأن الحياة أرادت أن تريك الحقيقة التي تجاهلتها طويلا، وقدمت لك الإجابات التي كنت تؤجل معرفتها. نحن في زمن الكلمات البراقة والابتسامات الزائفة، لكن في زمن كهذا كيف نعرف من يستحق أن نحمل له الثقة؟ الجواب بسيط: امنح الناس الفرصة لتكشفهم المواقف. لا تتعجل في بناء علاقة أو صداقة أو حتى شراكة. راقب، انتظر. لا تتدخل كثيرا، دع المواقف تتكلم. عندما تكسر وتخذل ستعرف من الذي مسح دمعتك ومن الذي أشاح وجهه بعيدا. عندما تفقد وظيفتك أو تواجه أزمة مادية سترى من سأل عنك ومن اكتفى بالصمت. حين تمر بوعكة صحية سيظهر من يبادرك بالاهتمام ومن لا يعنيه أمرك من الأساس. الحقيقة قد تكون جارحة، لكن الوهم مدمر. أن تتألم من معرفة أن فلانا لم يكن صادقا معك أفضل بكثير من أن تعيش في كذبة مريحة ثم تنهار فجأة. المواقف تعريك من الأوهام وتريك من معك ومن عليك، من يحبك ومن يتسلى بقربك، من يراك أولوية ومن يراك مجرد خيار مؤقت. لا بأس أن تصدم، لا بأس أن تخذل، لا بأس أن تنكسر، لأن كل هذه المشاعر المؤلمة هي دروس ثمينة تفتح بصيرتك وتجعلك تختار بحكمة في المرة القادمة. لا تسأل الناس عن نواياهم، انتظر الموقف. لا تحتاج أن تسأل أحدا: هل تحبني؟ هل ستقف بجانبي؟ فالموقف وحده سيجيب، وبصراحة شديدة. الموقف لا يزيف ولا يجمل الصورة ولا يرحم المشاعر. حين تسقط وتجد من يرفعك دون طلب فهذا حب، وحين تنكسر وتجد من يربت على كتفك فهذه مروءة، وحين تغيب وتجد من يسأل عنك فهذه محبة حقيقية. أما من يغيب وقت الشدة ويظهر فقط في الفرح فهو شخص مؤقت، لا يستحق منك أكثر من التجاهل. كل موقف مرآة لعلاقة. العلاقات لا تقاس بالزمن بل بالمواقف. قد تعرف أحدهم منذ 10 سنوات، لكن موقفا واحدا يسقط كل تلك السنوات في لحظة. وقد تصادق شخصا منذ شهور فيفعل لأجلك في موقف واحد ما لم يفعله غيره في سنين. اعتمد على ما رأيته بعينك لا على ما سمعته بأذنك، فالعين ترى الحقيقة، أما الأذن فتخدع بالكلام. المواقف توجه حياتك. المواقف لا تكشف فقط بل تحدد مصير العلاقات. هي كالميزان تضع فيه الأشخاص، فإما أن يثبتوا قيمتهم أو يسقطوا. وكلما تعلمت من المواقف كلما أصبحت قراراتك أذكى ونظرتك للناس أعمق. لا تكن قاسيا لكن كن واعيا. سامح لكن لا تكرر نفس الخطأ. افهم جيدا أن الحياة ليست عشوائية، والمواقف التي مررت بها لم تأتي عبثا، بل هي رسائل واضحة من الله. المواقف ليست مجرد لحظات تمر، بل هي رسائل كونية تبعثها الحياة لتوقظك وتنقذك أحيانا من علاقات مدمرة أو أوهام قاتلة. لك في المرة القادمة التي تواجه فيها موقفا صعبا لا تحزن كثيرا، بل راقب من حولك، لأنك قد لا تجد الإجابة التي كنت تبحث عنها، بل قد تجد الحقيقة كلها تتجلى أمامك بكل وضوح.